تعالوا نجوم مصر اقول لكم النهارده ليه الخماسي غلط او ليه بيقولوا عليه غلط. من وجهة نظر انا مش شايف ان هو غلط، عادي خالص، بس هقول لكم ليه ما تلعبوش خماسي. اولا في اسباب ان هو غلط. هل يا نجم مصر اصاباته كتيره؟ هو فعلا اصاباته كتيره، بس انت لو بتسخن صح اصاباته مش هتبقى كتيره ولا اي حاجه، عادي خالص. التحاماته قويه والاصابات بتاعته بتزيد. التحاماته قويه، ما انت اللي عامل لي فيها عم نيمار وعمال تشمس وتلبس كباري هيجي واحد غلاوه يروح جاي مديلك هيد شوت في دماغك. طبعا انت بتيجي انت وصاحبك هوب يلا انزل الملعب على طول من غير ما تسخن بقى ولا استرتشات ولا اي حاجه. طريقه التسخين هنزلها لكم في الفيديو جاي، بس الاول دلوقتي خلينا في نقطه بس ان انت تنزل الحجز من غير ما تسخن وتيجي بعد الحجز الضمه الخلفيه اماميه سمانه. ما كل ده بسبب ان انت مش بتسخن. الخماسي غلط عموما وعليه اعتراض؟ لا طبعا، ده بيزود المهاره وبيخليك لعيب جامد جدا وبتلعب في المساحات الضيقه. طب ليه المدرب بيقول لك كده؟ عشان انت اولا لما بتنزل خماسي هنا في مصر مش بتحافظ على نفسك، عندك ماتش مهم ويبقى